السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة عن الأفعال المنفصلة تغمباغ فيربن. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات. الأفعال في اللغة الألمانية بتتقسم لنوعين: الأفعال المنفصلة والأفعال المتصلة. الأفعال المتصلة دي اللي الفعل بيبقى جزء واحد. الأفعال المنفصلة الفعل بيتكون من جزئين، بيبقى ليه بادئة أو مقطع أولاني بينفصل عنه في تركيب الجملة أو لما بنصرف الفعل، والجزء التاني اللي هو الجزء الأساسي في الفعل. ناخد مثال عليه عشان يبقى أوضح، زي شتين. فعل شتين يقف، ده فعل مقطع واحد شتين. لو ضفنا له بادئة أو مقطع بيغير معنى الفعل، زي أوف شتين، ضفنا لها بادئة اللي هي أوف، بقى معناه يستيقظ. ولما بنيجي نصرف الفعل، أوف بتبقى في آخر الجملة وشتين بتبقى في مكان الفعل الطبيعي اللي هو رقم 2 في الجملة. أو زي فعل كوفن يشتري، ده فعل متصل، لو زودنا له بادئة أو مقطع في الأول أين كوفن بقى ليه معنى تاني بمعنى يتسوق. وزي فعل أنكومن يصل، كومن لوحدها يعني يأتي، أنكومن يعني يصل. فهنا وانت بتقرأ أي جملة بالألماني اقرأ الجملة للآخر عشان تفهم معناها. معنى الجملة في اللغة الألمانية مش بيكتمل غير لما تقرأ الجملة للآخر. زي لما أقول ich komme 10 Uhr an، يعني أنا هوصل في الساعة 10. أو der Zug kommt heute pünktlich an، يعني القطار هيصل اليوم في الموعد. فهنا البادئة أو المقطع اللي بيبقى في أول الفعل لما بنيجي نصرف الفعل الأساسي اللي هو كومن بيجي رقم 2 في الجملة في مكانه الطبيعي. أما البادئة أو المقطع الإضافي بنحطه في آخر الجملة. أو زي أب فاغن ينطلق، زي der Bus fährt 6 Uhr ab، يعني القطار هينطلق هيطلع من المحطة الساعة 6. تالت فعل أوف غويمن، يعني ينظف البيت أو يروق البيت، زي räumt am Samstag die Wohnung auf، يعني هو بيرتب الشقة يوم السبت. البادئة أو المقطع الإضافي اتحط آخر حاجة في الجملة. räumt am Samstag die Wohnung auf. أو weglaufen، laufen لوحدها يعني يجري، weglaufen يعني يهرب، زي die Katze läuft vor dem Hund weg، يعني القطة تهرب من الكلب. أو der Hund läuft ohne Pause weg، يعني الكلب يهرب بدون توقف. أو einsteigen يعني يركب مواصلة، عكسها aussteigen يعني ينزل من مواصلة، زي mein Freund steigt am Bahnhof aus، يعني صديقي ينزل في المحطة. steigt schnell in den Bus ein، يعني هو بيركب الأتوبيس بسرعة. أو ich steige an der nächsten Haltestelle aus، يعني أنا نازل المحطة الجاية. فالبادئة أو المقطع الإضافي aus جه في آخر الجملة. الفعل اللي بعديه anrufen يعني يتصل. فعل غوفن لوحده يعني ينادي، لما نضيف له بادئة أو نضيف له مقطع إضافي اللي هو anrufen يبقى بمعنى يتصل في التليفون، زي ruft seinen Vater am Wochenende an، يعني هو يتصل بوالده في أجازة نهاية الأسبوع. الفعل اللي بعديه aufstehen يستيقظ. الفعل الأساسي أو المقطع الأساسي شتين يقف، والبادئة أو المقطع الإضافي أوف. ولما نيجي نصرفه في الجملة هنقول am Sonntag stehe ich erst 10 Uhr auf، يعني يوم الحد بستيقظ الساعة 10 صباحا. فهنا البادئة أو المقطع الإضافي أوف جبناه في آخر الجملة. أو فعل يغلق ويفتح، يفتح بمعنى أوف مخن، المقطع الإضافي أوف. يغلق تسو مخن، نفس الفعل بس نغير البادئة أو المقطع الإضافي اللي في الأول.
زي es ist kalt macht die Tür zu، يعني الجو بارد، هو يغلق الباب. zu machen يغلق. أو عكسها يفتح ich mache das Fenster morgens auf، يعني أنا بفتح الشباك في الصباح. aufmachen. الفعل اللي بعديه فعل sehen، يشاهد التلفزيون. الفعل الأساسي sehen والمقطع الإضافي أو البادئة فعل. فلما بنيجي نصرفها في الجملة بنقول meine Kinder sehen am Nachmittag fern، يعني أطفالي يشاهدون التلفزيون في فترة الظهر أو بعد الظهر. الفعل اللي بعديه einladen، يعني يدعو. فلما نصرف الفعل في الجملة زي ich lade dich zu meiner Party ein، يعني أنا أدعوك إلى حفلتي. الفعل الأساسي أو المقطع الأساسي لادن صرفناه في المركز الثاني أو رقم 2 في الجملة، والبادئة أو المقطع الإضافي اللي هو أين جه آخر حاجة في الجملة. الفعل اللي بعديه zurück geben، يرجع. زي gibt mir mein Geld heute zurück، يعني هو رجع لي أو أعاد لي فلوسي النهاردة، يعني هو يرجع لي أو يعيد لي فلوسي النهاردة. gibt mir mein Geld heute zurück. صرفنا الفعل في المركز الثاني، والبادئة أو المقطع الإضافي رحلناه لآخر الجملة. وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة وعرفنا الأفعال المنفصلة. هسيب لك في الوصف ملف فيه أهم الأفعال المنفصلة بمعانيها وأمثلة عليها، وهسيب لك لينك تفاعلي فيه أسئلة على الدرس تقدر تحله عشان تتأكد من فهمك وحفظك للدرس. وهسيب لك قائمة الدروس الكاملة لمستوى A1 تحت في الوصف عشان تبدأ المستوى من الأول وتبدأ الدروس بالترتيب. أشوفك على خير الدرس الجاي إن شاء الله. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.